السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل اكله انا ما بحبهاش خالص، وهي القراميط. اول حاجه غسلتها كويس وقطعتها. بعد كده حطيتها في الدقيق، غلفتها كلها كده بالدقيق وبدات احمرها في الزيت. بعد كده لما اخدت اللون ده حمرت الكميه اللي عندي كلها وخليتها تاخد اللون الذهبي، يعني هي لسه مش مستويه، هي بس اخدت لون وخلاص. هي دي كل الكميه اللي عندي، حمرتها كلها بالطريقه دي. بعد كده بقى هعمل الصوص او الصلصة اللي هحطها فيها. معلقة زيت كبيرة كده، بقطع بصلة. بعد كده هشوح البصلة علشان تاخد لون برضو. واول ما البصلة تاخد اللون اللي انا عاوزاه ده، هنزل بقى بعصير الطماطم. يعني حوالي كيلو الا ربع طماطم كده هعملها عصير، ونزلت بيها كلها على البصل وهسيبها تتسبك شوية. بعد كده بقى هحط البهارات بتاعتي: ملح، كزبرة ناشفة، بابريكا، ولو عاوزة تحطي شطة ممكن تحطي. انا حطيت قرن شطة حامي اخضر يعني، بالطريقة دي، واسيبها تتسبك بقى شوية. بعد كده لما بلاقيها خلاص نشفت عندي بحط لها كوباية مية واسيبها تاخد غلوة. وبعد كده انزل بالقراميط في الصلصة. كده خلاص الصلصة بقت جاهزة عندي. هنزل بقى كلها بالقراميط كلها يعني، تكمل سواها في الصوص ده. وبعد كده هدخلها الفرن برضو تاخد وش كده من فوق، بعد ما تاخد غلوة كده على البوتاجاز من فوق. طبعا انا بعملها حلو جدا، ويقال ان هي طعمها حلو، بس انا ما بحبهاش وما بحبش اكلها. بعد ما اخدت غلوة دخلتها طبعا الفرن، اخدت الوش ده. وبعد كده بقى حطيت عليها جزر كده. طبعا عملت بقى سلطة بنجر بحبها جدا، دي طبعا هتبقى اكلي النهاردة. جبت بنجر كده سلقته في المية، بعد كده قشرته.
حلو جدا للناس اللي بتعمل دايت. طبعا انا باكله يعني على طول، وبعمله عصير برضو ساعات. بعد كده بجيب البنجر ده كده بعد ما اتسلق، وبقشر القشرة بتاعته، وبقطعه قطع بقى زي ما انت عايزة بقى، مكعبات كبيرة مكعبات صغيرة زي ما تحبي. انا قطعته كده بالطريقة دي زي السلطة، وحطيته في بولة. بعد كده حطيت عليه فصين توم كبار مفرومين، وبقلبهم كويس، وشوية ملح صغيرين، وعصرت ليمونة كبيرة، برضو شوية خل. بعد كده برضو بقلبهم تاني. طعمها حلو جدا ومفيدة ومغذية، حلوة للجسم وللبشرة وللشعر ولكل حاجة. البنجر اصلا معروف الفوائد اللي فيه. وهنا حطيت برضو معلقة كبيرة من زيت الزيتون، يعني كل مكوناتها مفيدة جدا للجسم. وبعد كده بقى حطيتها في طبق للتقديم، وقطعت عليها كزبرة خضراء. هو طبق رغم ان هو يعني حجمه قليل، بس هو متكامل من كل العناصر. بعد كده بقى عملت سلطة خضراء جنب القراميط، وعملت رز ابيض، واكلوها بألف هنا، وطبعا عجبتهم جدا. وهو ده كان غدا النهارده. طبعا رغم ان انا ما اكلتش يعني من القراميط، بس الحمد لله ان هي عجبتهم. بس كده نكون خلصنا فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم طبعا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد، وبالذات الناس اللي بتحب الوصفات السهله والسريعه. اعملوا لي لايك وكومنت، وقولوا لي رايكم في الفيديو، وقولوا لي بتاكلوا القراميط ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.